5 علامات لو لقيتهم موجودين في العلاقة تعرف ان العلاقة دي بشكل كبير جدا ممكن ما تكملش او هتروح بيك في حتة مش كويسة. فلو لقيتهم في اول العلاقة حاول تاخد بعضك كده وتلف وترجع تاني. اول علامة وعلامة مهمة جدا 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 هي ان طرف من الطرفين بيحاول يجبر الطرف التاني على التغيير. يعني ايه؟ يعني لو انت مثلا لابسه طرحه او لو انت مش بشعرك ويجي واحد يقولك لا انا عايزك تلبسي طرحه ويجبرك على ده او يحاول يجبرك على ده. انت بتشتغلي فيجي يقولك لا اقعدي من الشغل ويحاول يجبرك على ده. هو بيشرب سجاير فتيجي تقولي له عايزك تبطل سجاير وتحاولي تجبريه على ده. الاجبار على التغيير من اكتر الحاجات اللي ممكن تهدم اي علاقه او تبوظ اي علاقه. فلو في طرف من الطرفين بيحاول يجبر التاني على التغيير تعرف ان العلاقه دي ممكن تروح في حته مش كويسه. تاني علامة وعلامة مهمة جدا هي ان يكون في طرف من الطرفين بيحاول يعزل الطرف التاني عن العالم. مش عايز يبقى ليه صحاب، مش عايز يبقى ليه اهل، مش عايز يبقى ليه شغل، مش عايز يبقى ليه اي حاجة، وعايز يكون هو مصدر السعادة الوحيد للشخص ده. لو انت شايف ان الشخص اللي معاك في العلاقة بيعمل كده فحاول شغل دماغك شوية وحاول تسأل نفسك سؤال مهم جدا. لو الشخص ده مشي من حياتي انا حياتي هتبقى عاملة ازاي؟ واوعى تعزل نفسك عن العالم بسبب شخص معاك في العلاقة. ثالث علامة وعلامة برضو من العلامات المهمة جدا لو في طرف بيحاول ينتقد الطرف التاني في كل تصرفاته. ومش بينتقد التصرف، بينتقد الشخص ذات نفسه. يعني مش بينتقد السلوك. يعني بدل ما يقول لها الفستان اللي انتي لابساه ده مش حلو مثلا ودي يمكن أسوأ حاجة ممكن تتقال، فيقول لها انتي على طول هدومك مش كويسة، او انتي ما بتعرفيش تختاري هدومك، او هو مثلا يتكلم معاها بشكل مش كويس. فبدل ما تنتقد السلوك ذات نفسه تقول له انت شخص ما بيعرفش يتكلم، انت شخص دبش. فلو في شخص من الطرفين بيحاول ينتقد الطرف التاني في شخصه تعرف ان العلاقة برضو فيها ريد فلاج كبير جدا وهتروح بيكم على حتة مش كويسة. رابع علامة لو طرف بيحاول يقلل من الطرف التاني طول الوقت قدام الناس وفي عدم احترام في العلاقة. دي برضو من الحاجات المهمة جدا ومن الحاجات اللي تخليك مش قادر تظبط الدنيا ومش قادر تتعامل مع الشخص التاني وبتنفر منه مع الوقت وبتنفر انك تخرج معاه وسط ناس. فلو الشخص ده بيحاول ما يحترمكش قدام الناس وبيحاول يقلل منك معظم الوقت حاول ان انت تبعد عن الشخص ده. خامس علامة واهمهم من وجهة نظري فكرة ان طرف مش بيحب يعتذر لما بيكون غلطان. دايما بيعمل اسقاط ودايما مش عايز يطلع نفسه غلطان في المشكلة. الشخص اللي زي ده بيكون التعامل معاه مهلك ومجهد بشكل كبير جدا. فدول 5 علامات مهمين جدا لو موجودين في العلاقة كده بشكل او باخر تعرف ان العلاقة دي ممكن بشكل كبير جدا يا مش هتكمل يا هتكمل بشكل غير سوي، يا اما هتهدر طاقة وجهد كبير جدا في العلاقة دي وبرضه في الاخر هتنفر وهتمشي. فلو لقيتهم في اول العلاقة حاول بقدر الامكان تمشي وتلف كده وترجع احسن بكتير جدا ما تكمل في علاقة هي بشكل كبير جدا ممكن ما تكملش. سلام.